السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كحك العيد الدايب بمقادير مظبوطة بالملي، وايه هو سر قوامه الناعم بأسهل طريقة ممكن تجربوها. وحيرة كل سنة نعمله على البارد ولا على السخن؟ ان شاء الله هنعمل الطريقة اللي هي على السخن، ودي افضل طريقة بالنسبة لي. هو ده الكحك بتاع جداتنا بتاع امهاتنا اللي احنا متعودين عليه. طريقة سهلة وبسيطة جدا، بدون مقادير كتير ولا تعقيد ولا افتكاسات. هنقول معلومات مهمة جدا لنجاح الكحك، وهنقول كمان الحاجات اللي هي المشاكل اللي بتقابل ناس كتير وبتشتكي منها، سواء ان الحشوة بتنشف جوه، او ان الكحك مش بيطلع دايب مع ان هم التزموا بالمقادير مظبوطة، او ان الكحك بيشقق. كمان ليه الكحك بعد التسوية النقشة بتاعته بتختفي او بتتمسح. ازاي الكحكاية تطلع مفرغة؟ يلا بينا نبدأ ونسمي الله. نيجي الاول حاجة معايا نص كيلو من الملبن، وده بيبقى مخصص لحشو الكحك، بيبقى عند محلات مستلزمات الحلواني. وهضيف له معلقة كبيرة من السمنة، والسمنة تكون باردة مش سخنة، دي بتفرق جدا. وابدا اعجنه زي ما انتم شايفين بيكون لونه ابيض. وابدا اضيف له عين جمل مجروشه، وابدا اعجنهم. طبعا قبل ما ابدا اضيف له السمنه بكون منضفاه جدا من النشا اللي بيكون عليه، ودي خطوه مهمه جدا. لازم ننضفه كويس جدا ومن اي نشا، ونمسحه من عليه قبل ما نبدا نعجنه. وبعد كده هبدا اشكله واكوره. وطبعا بنجهز الحشوة قبل ما نبدأ نعجن او نشتغل في العجينة بتاعة الكحك، وبعد كده بنركنها. نيجي بقى للدقيق. اهم حاجة نوع الدقيق بيفرق جدا جدا في نجاح الكحك. آه لازم نستخدم نوع دقيق مخصص للكحك والبسكويت، متوفر عند محلات مستلزمات الحلواني. بيكون العرق بتاعه ضعيف، نسبة استخراجه 72%. ده بيفرق جدا في النتيجة النهائية. وبيكون كمان سبب في ان الكحك ما يطلعش ناشف، او يطرد السمنة، او يشرب سمن كتير مثلا، او يحتاج لسوائل كتير. طبعا لازم انخل الدقيق الاول. انا هنا استخدمت كيلو من الدقيق ونخلته، وضفت عليه معلقة كبيرة من السكر البودر، ومعلقة بيكنج باودر، وهبدأ اقلبهم. وطبعا السكر البودر برضو بيكون منخول علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، عشان العجينة تطلع معايا ناعمة. هضيف رشة من الملح، حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كويس. نيجي بقى للسمنة. السمنة هنا في الوقت ده انا بكون حطاها على النار ومسيحاها، ما بخليهاش توصل لمرحلة الغليان. قبل ما تبدأ تغلي بنزل بقى على الدقيق بيها، وطبعا ابدا اقلبها بمعلقه تكون خشب، لان السمنه طبعا سخنه. ايدي مش هتقدر تستحمل درجه الحراره بتاعتها. فانا هنا مش بخلي السمن يوصل لمرحله الغليان، فده بيكون وسط. مش السمنه مش مقدوحه وتعمل حرقان او حموضه بقى، وبتبقى خفيفه على المعده، وفي نفس الوقت لا هي بارده ولا هي سخنه. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده انا قلبتها واتغلفت كويس قوي السمنه، وده لان نوع الدقيق كويس ونوع حلو. فاول ما بنضيف له السمنه بيتغلف بسرعه ويبدا يتشرب السمنه. هسيبها تهدى شويه، وهحضر الخميره. هضيف باكو من الخميره، اي نوع خميره فوريه، وعليه معلقه من السكر وربع كوبايه ميه، وهقلبهم كويس لحد الخميره ما تدوب. وبعد كده هغطيها واسيبها ترتفع وتتفاعل. كيلو دقيق طبعا بياخد سمنة حوالي 500 جرام، من 500 ل 550 جرام.
تمام. لو انتوا عايزينه يعني دايب قوي وناعم جدا بيبقى 550 جرام، وممكن معلقة كمان فوق ال 550 جرام من السمنة. بعد كده هبدأ استخدم العجان، وهشغل الكف بتاع العجان حوالي ربع ساعة على سرعة متوسطة. ودي بقى مرحلة البس، ودي اهم حاجة واهم خطوة في نجاح الكحك، وهي ان الدقيق لازم يتبس كويس جدا وينعم ويتغلف بالسمنة كويس قوي علشان يطلع معانا ناعم ودايب. بعد كده هبدأ اضيف الخميرة بعد ما اتفعلت. الخميرة طبعا بتساعد على ان الكحكة تطلع مفرغة وبتدي نتيجة حلوة جدا. يعني ما ينفعش ان انا مثلا استبدلها ببيكنج باودر بس. الكحك بلاش نغير في الثوابت والحاجات اللي اتعودنا عليها. الكحك لازم خميرة، لازم خميرة فورية. دي بتفرق جدا. هبدأ اشغل العجان على سرعة متوسطة بحيث الم العجينة. هنا طبعا مش هطول، انا يدوب بلم العجينة بس. بعد كده هبدأ اضيف 200 ملي من المية، 200 ملي الا معلقتين. المعلقتين دول اللي انا استخدمتهم في الخميرة، يعني الربع كوباية اللي احنا استخدمناها في الخميرة هنقصها من 200 ملي. اهم حاجة ما نضيفش اكتر من 200 ملي من السوائل للكحك علشان يطلع ناعم. زي ما انتوا شايفين العجينة ناعمة جدا وطرية، بتكون بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين لما باجي اشكلها كده او ادوس عليها بايدي مش بتشقق خالص، طرية جدا. طبعا لو حابين الكحك يكون في سنة قرمشة شوية، يبقى هنزود عن 200 ملي مية حوالي 20 ملي. ده بحيث ان انتوا لو حابينه في سنة قرمشة شوية. هبدأ اشكله بالشكل ده وامسك العجينة وادلكها بكف ايدي واعمل حفرة فيها وابدأ احشيها. طبعا هنا احنا مش بنخليه يخمر خالص، احنا بمجرد ما عجناه بنقطع على طول ونحشي ونشكل، واول ما نخلص الصاج بندخله الفرن على طول. ما ينفعش نسيبه يتخمر، لو سيبناه يتخمر النقشة هتروح وتتمسح. ده غير ان حجمه بيتضاعف لان احنا مستخدمين بيكنج باودر مع الخميرة كمان، فمش هينفع ان احنا نطول عليه او نسيب العجينة تخمر. لازم يكون في سرعة شوية، نشكل ونقطع ونسوي بسرعة. هبدأ استخدم المنقاش واعمل اي شكل او اي نقشة انتوا حابينها. يعني انا بعمل اشكال عشوائية شوية، لان انا طبعا مستعجلة وعايزة اخلص الكمية كلها علشان الحق اسويها قبل ما تبدأ تخمر. فلازم برضو علشان ما يتشققش مني الكحكاية ادلك العجينة بالشكل ده بكف ايدي وانعمها. ما ينفعش ان انا اخدها كده واروح حشيها لا، لازم تدليك للعجينة بكف الايد علشان العجينة تنعم معايا وما تشققش. طبعا انا استخدمت مية في العجن لان ده بيساعد على ان الكحك يبقى دايب وناعم ويعيش فترة طويلة او وقت طويل، على عكس استخدام الحليب او اللبن. ده بيخلي عمره قصير ما يعيش وقت طويل. وكمان لو عاملين كمية كبيرة ما ينفعش ان احنا نعملها بالحليب. مش هينفع نستخدم الحليب في العجن. طبعا انا هنا ما استخدمتش ريحة الكحك او المحلب او توابل الكحك لان انا مستخدمة سمنة بلدي. اللي يستخدم سمنة بلدي يا جماعة بلاش خالص يستخدم اي اضافات تاني. كفاية طعم السمنة البلدي لوحده، دي بتغني عن اي حاجة. لكن لو مستخدمين سمن نباتي هتضطروا ان انتوا تضيفوا ريحة الكحك اللي هي بتبقى عند مستلزمات الحلواني. هنا بعد ما شكلت الصاج هبدأ ادخله الفرن. طبعا ده علشان محشي هدخله الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة
مش اكتر من كده. طبعا لو هو سادة هيبقى درجة الحرارة 180 وهيقعد 25 دقيقة، لان طبعا قلبه بيبقى عجين، فلازم نسوي القلب بتاعه كويس. وده شكله بعد ما خرج. طبعا احنا بنحط له السكر البودر وقت التقديم. باقي الكمية هحفظها في علبة محكمة وتكون نظيفة. لكن الباقي مش هتضيف له سكر بودرة الا وقت التقديم. طبعا الكحك لو انتوا التزمتوا بالمقادير دي طيب طلع مش دايب، السبب في ايه؟ السبب يبقى عدم ان انتوا ما بستوش الكحك كويس بايديكم. لازم موضوع البس ده لمدة ربع ساعة. طيب الكحك حلو بس طلع معايا ناشف، الحشوة بتاعته ناشفة، ده علشان الكحك اتساب مدة كبيرة في الفرن، فالسوائل اللي فيه اتبخرت والملبن او العجمية نشفت. المفروض اصلا ان بنعجنها بشوية سمنة طبعا زي ما احنا قلنا، والسمنة تبقى باردة، ولازم ننضف الملبن من اي نشا، بلاش الملبن الغامق. لازم الملبن يكون لونه فاتح علشان الوصفة ما تبص. المفروض الملبن بيكون لونه ابيض خاص بالكحك، غير الملبن اللي بيتاكل طبعا. طب لو الكحك شقق يبقى ده ما اتخدمش كويس. ولو محشي وفتح في الفرن يبقى النار كانت هادية زيادة عن اللزوم، او كمية الحشو كانت كبيرة. طيب في التسوية ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان لو الكحكاية سادة يبقى نقلل الحرارة شوية، هتبقى على 180. لو الكحك محشي هيبقى على درجة حرارة 200. ليه بقى؟ لان السادة ده عايزينه يستوي من جوه ومن بره، لكن المحشي بيكون سمك العجينة رفيع. طيب لو الكحك بعد التسوية النقشة اللي عليه اختفت او اتمسحت، ده بيبقى نتيجة ان الخميرة او البيكنج باودر كتير، او اللي سبناه يخمر زيادة عن اللزوم. واهم حاجة ما نضيفش سوائل كتيرة اكتر من 200 ملي للكحك علشان يطلع ناعم ودايب. اما لو حابين فيه سنة خرفشة شوية يبقى هنضيف 20 ملي فوق 200 ملي. كمية السائل هي اللي بتتحكم في نعومة الكحك. كل ما نزود سوائل كل ما الكحك هينشف. كمية الخميرة اللي بنضيفها للكيلو الدقيق بيكون 10 جرام، او كيس من الخميرة الفورية بما يعادل كيس. اما بالنسبة للبيكنج باودر بيكون معلقة صغيرة مش اكتر من معلقة صغيرة، لان ده هيتحكم في شكل العجينة وان هي ما تشققش، كمان ما تبدأش تخمر كتير. البيكنج باودر لو زاد او الخميرة زادت اللي هيأثر على شكل النقشة. بالنسبة بقى للمنقاش واستخدامه، ده بيساعد على النقشة بتاعة المنقاش، ان السكر البودر لما نيجي نرشه بيثبت، اللي هي الحاجة الشكل المدرج ده فيه، ده بيخلي ان السكر البودر يثبت على الكحكاية لما نرشها عليها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تجربوا الطريقة وهتعجبكم جدا. وهيكون احلى كحك دقتوه بصراحة. طعمه خطير جدا وناعم ودايب. كمان الحشوة بتاعته ما نشفتش جوه الكحكاية، الحشوة طرية، والكحكاية هشة جدا. التسوية بتاعته هايلة ومظبوطة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنسوش لايك والشير، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة.